وهذا الجيل القادم مع انتدابات أخرى سيكون بطل القارة في موسم أو موسمين قادمين. معز بشرفية كان في 20 سنة بطل أفريقيا 2011 في نهائي رادس ضد الوداد. غايث الوهابي أقل من 20، زكريا العايد أوكبيلو 19، بوشليبة 20. فريق الشباب بقيادة مميش. هذايا موتسيبي رئيس الكاف، والميداليات الفضية للترجي أردناها ذهب، ولكن الترجي يكون واقعيين. اصطدم بفريق قوي، فريق عنده التجربة، فريق عنده التقاليد أكثر من ولادنا الصغار، لهذا باش يتعلموا منه وسيعودون. برافو، شكرا لأولاد الكل أنه متعونا، عشنا معاهم ليالي وسهرات خالدة. نحتوا في الصخر، بذلوا كل مجهود، فاتوا حدودهم. بطولة وصلنا فيها نهائي ب 14 أو 15 لاعب ماكس. ما عندكش بنك الأهلي، ما عندكش تجربة الأهلي، لذلك خسرنا اليوم. تلعبت على جزئيات، كان واضح في 180 دقيقة أنه عندنا مشكل هجومي، لذلك الترجي مطالب بتعديل الأوتار في خياراته القدام. مميش يعطيه الصحة، كان متأثر جدا بعد النهائي. ميلاد حارس عملاق. موتسيبي يتكلم مع كاردوزو وزير الشباب والرياضة في مصر بيبو الخطيب. رياض بن نور رئيس فرع الترجي. كنا نحب الذهب، ولكن اعتقد رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم شكرا الترجي، شرفتوا الكرة التونسية، وصلتوا النهائي، وخاصة مع الأوبجيكتيف الكبير كأس العالم. الفائز بدوري الأبطال توتال انرجيز. الآن النادي الأهلي بطل أفريقيا. مارسيل كولر أول متوجين بقلادة الذهب، لقبه 12 في مشواره كمدرب، والثامن مع النادي الأهلي. الأهلي ما عادش تقولوا لي في المجموعات باش يخرج، والأهلي يعاني للصعود لدور الربع نهائي. الأهلي لما يمشي بهذه الطريقة في دور المجموعات تأكدوا أن اللقب في الأخير سيكون لصالحه. على أفريقيا أن تتعظ وتفهم هذا السيناريو، تقريبا صار 4-5 مرات توا في السنوات الأخرى. أهلي مجموعة سيء جدا ويعاني من دور الثمانية يتغير. تصور أنه الأهلي عمل 13 كلين شيت في 14 مباراة، هي بطولة الأرقام القياسية للفريق الأحمر. قبل ما ننسى نحب نحيي جمهور الترجي الذي التونسي اللي مشى أكثر من 8000. إن شاء الله اللي اتصاب اليوم قبل المباراة في الدخول الملعب يكون لاباس. حقيقة كان تنقل تاريخي، وقفوا مع الفريق، شجعوا الفريق، آمنوا بالحظ وأن اللقب سنعود به إلى تونس، ولكن اصطدمنا بفريق أكثر تجربة، أكثر خبرة، أكثر صنعة في اللحظات الصعبة في الماتش. مبروك عليهم، النادي الأهلي يستحق. فرحة كبيرة للأهلوية. إمام عاشور في أول ألقابه في دوري الأبطال، لذلك هو الأكثر فرح، هو الأكثر سعادة. اللاعب القادم بعد تجربة الزمالك. إذا السوبر المصري سيتكرر في نهائي رابطة الأبطال 30 سنة بعد الاف ام بي ستاديوم جوهانسبورغ وصاروخ أيمن منصور في مرمى شوبير. بعد 30 عام يأتي شوبير آخر، كان نجم البطولة، كان 9 كلين شيت ما قبل ولا هدف، كان المساهم الرئيسي والراعي الأول للقب الأهلي هذا العام. شوبير آخر يتحدى أيمنات أخرين في النادي الزمالك من أجل لقب السوبر. خطيب والشناوي يستلم كابتن فريق النادي الأهلي رامي ربيعة كأس دوري الأبطال توتال انرجيز 2023 2024. إذا دوري أبطال أفريقيا للعام الثاني على التوالي سيكون للنادي الأهلي. الكابتن هو الشناوي، نعرفوه اليوم على المباراة. رامي ربيعة
نتصور انه باش يشيلوا الكاس مع بعضهم الاثنين. موتسيبي ياتي بالكاس، والشناوي كابتن الفريق سيرفع دوري الابطال. موتسيبي خطيب، فرحة كبيرة من بيبو، والشناوي يمسك الكاس ويرفعها هنا في سماء القاهرة. فرحة كبيرة لجمهور النادي الأهلي، بطولته رقم 12 رقم كبير كبير برشا. تمت الأهلي والترجي دخل طي التاريخ. الأهلي سيحاول أن يرفع من وتيرة استعداداته للمنافسة مرة أخرى، والترجي سيعود بانتدابات جديدة، هذه المرة للذهب ليس للوصافة. الخطيب، شناوي، بيبو بذكريات 82 87 وانتصارات التريكا ووائل جمعة وبركات وحسن إلى أيام بيبو رئيس ومارسيل كولر. إذا مبروك للنادي الأهلي بطل إفريقيا 2024. هكذا كانت الأجواء في استاد القاهرة، هكذا الصورة العلوية هنا من كاميرات استاد القاهرة الليلة. نهائي الأبطال ينتهي بتحقيق الأمل القاهري ويتأجل حلم الترجي الكبير التونسي. مبروك أهلي، مبروك الترجي لكأس العالم، مبروك الترجي هذا الجيل الجديد المنافسة، وارد لك خسارة اللقب. اليوم فضة وغدا ذهب يا ترجي. هذا العام الشامبيونز ليج وككل عام في آخر الأعوام هي حمراء بالتخصص، هي أهلاوية بالعناوين.